السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة يوم اجازتي والكل ماسك فيا وجعان. قلت اعمل ايه النهاردة؟ بأمر الله هعمل لهم فرخة. اهم حاجة انتوا وحشتوني. هعمل لهم فرخة محشية واعمل لهم ملوخية. مش ساكتين يا حبايب قلبي، بيقولوا لي انت مقصرة جامد قوي 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 يا ماما معانا. ست وعد بقى في الامتحانات وعندنا ضغط فظيع فظيع، ضغط عصبي. قطعت الحاجة هحطها في الشوربة حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، صلوا على النبي. حط الملح بتاعها، حطيت معلقتين ملح وقطعت جزرايه وبصلايه وطايه زي ما حضرتكم شفتوا. ياني ياني على اللي مش مريحيني. مستعجلين عشان جعانة وعايزة تروح الدرس. حتى اليوم اللي ريحت فيه حبايب قلبي مريحونيش فيه، عايزين 100 حاجة في وقت واحد، مش مريحيني. انا بقطع البصلايه بالسرعه، شايفين مستعجلان. اعمل لها ايه؟ هشتغل ليا 100 ايد؟ ماليش 100 ايد. عماله اقول لها اصبري اصبري. طفت الملوخيه وغسلتها والفرخه متبلاها حبايب قلبي. قعدتها بتاع نص ساعه في التتبيله، وادي اقل من نص كيلو رز غسلته. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هي زهقتني، كنت هضربها بالسكينه بجد، خرجتني عن شعوري. مش ساكتة ومستعجلة. انا كان نفسي انام النهاردة، قلت ارتاح من اميرة، فما فيهاش راحة كده. معلش سامحوني على شكل المرهق قوي ده. حطيت البصلاية على النار يا حبايب قلبي، معلقة سمنة بلدي محترمة كده. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. وهحط برضو حبة زيت عشان الرز يبقى فيه لمعة كده ويبقى مفلفل. حطيت البصلاية على النار، هتاخد تشويحة ما تحمرش عشان ما يبقاش رز زي رز السمك. اهي مش مريحاني يا حبايب قلبي. عماله تقول لي اهدي شويه اهدي شويه اهدي شويه. الفرخة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. تبلها بالبصل والفلفل الاسود، اهم حاجة الفلفل الاسود ده، اهم حاجة الفلفل الاسود كتير عشان بضيع الزفارة حبايب قلبي. وسبتها حوالي بتاع نص ساعة كده في التتبيلة ديت، ومصفياها من المية كويس قوي. بقلب البصلاية هتلسع. ما هي ساكتة يا ربي. كانوا سندوتشين فول خلصوا الموضوع، بس هتكون انا طبعا قلت عبل البصل لما تحمر حبايب قلبي اخرط ما تحمرش، تاخد تتبيلة كده بس. قلت اخرط الملوخية. طبعا من الاستعجال حتى مش عارفة اظبط الصينية على الترابيزة. ما هي الساكتة يا حبايب قلبي، ما هي الساكتة. ده مش هي بس، كمان ده محمد كمان مش مريحني. جعانين حتى يوم الاجازة يا ربي. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي. وحشني النهاردة. طبعا قلت ارتاح من اميرة، طلعوا له هم في موضوع الاكل. بسم الله ما شاء الله. الرز كده يا حبايب قلبي كان زي ما انتوا شايفين كده، الرز كان استوى. هاخد منه هو نص سوا، مش مستوى قوي يا حبايب قلبي، عشان في الفرخة يبقى مش معج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. خدت حبايب قلبي على قد ما هعمل للفرخة. الفرخة دي بيضة يا حبايب قلبي، فما بتاخدش رز كتير. جميل، تحفة، طعمه تحفة. ايوه مش ساكتة، لازم تدوق. هكمل سوا الرز اللي فاضل يا حبايب قلبي، عشان هعمله فرشة كده تحت الفرخة مع الملوخية. طبعا ده ههويه شوية قبل ما احشي الفرخة بيه يا حبايب قلبي. سامحوني يا حبايب قلبي، عجلتي بايظة والله. خرطت الملوخية وركنتها دلوقتي قبل ما اخلص الفرخ. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بالظبط كده يا حبايب قلبي، لازم ما يبقاش سخن قوي وانا بحشي الفرخة. بس هو الصراحة مش بارد، هعمل ايه انا عشان اسيبه يبرد؟ هياخد مني وقت وهي مش صابرة. ممكن اكلك. زي ما انتوا سامعين كده يا حبايب قلبي. صفيت الفرخة
هي فيها يا حبايب قلبي طبعا التوابل بتاعتها، بس برضو بحب ان انا اصفيها لو هي نزلت شوية مية او اي حاجة من التتبيلة اللي فيها يا حبايب قلبي اهي. فالبصل اللي في قلبها ده قالت لي شيليه يا ماما، فانا شلته. قالت لي عشان ما يبقاش ني، التاني يا ماما هيبقى مستوي. شايفين قلب الفرخه يا حبايب قلبي؟ بس دي رقبتها. انا باخد اللي هتقولي لي يا ام وعد فين الجناح؟ فين يا ام وعد بقيه الفرخه؟ ايه الفرخه المعاقه دي؟ لا يا حبايب قلبي، انا باخد الاجنحه والكبده والقنصه، وباخد الرقبه احيانا كلها. كل ما بجيب فرخه الصراحه بشيل الحاجات دي كلها، تنحط في في صينيه بطاطس في يوم تقضي الغرض وتمشي اليوم. هنعمل ايه؟ ما هو اليوم بامر الله هيمشي. ست موفرة اصيلة. الست المصريه دايما موفره، ولازم نفكر نمشي يومنا ازاي. هو كده كده ماشي ببركه ربنا يعني. الفرخه مش يا دوبك حبه الرز اللي انا حطيتهم هم على قد الفرخ، وتبقى معلقتين كمان هي هتاكلهم، بالرغم ان هو نص سوا بس هتاكلهم انا عارفه. لازم اكتفها جامد كده حبايب قلبي، وهنزلها كده الشوربه بتاعتها غلت زي ما انتوا شفتوني كده حطيت. يا جماعة ما بسم الله ما شاء تتفكش، الله. الحاجة الوحيدة اللي ما تتفكش، سبحان الله. مين قال كده؟ مش مع اي حد، ده حصري بس عند ام وعد. تتفك ايه بس؟ عذبناها على قد ما قدرنا. الفرخه بتاعتنا اللي مادي عليها النهارده وجت عند ام وعد، ووعد طبعا هتفترس الفرخه ومش هنقدر عليها. بألف هنا وشفا. يا سلام على الملوخيه، يا سلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه ده؟ ايه ده؟ حتى اللي بره بيهوى عشان الملوخيه. ايه ده؟ ايه ده؟ شم ريحه الملوخيه. لا 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 لا، مش كده بقى. ده وعد هتاكلنا لو حد جه ناحيه الفرخه. وادي كان يومه معاكم يا حبايب قلبي، يوم اجازتي كان معاكم. يا رب كده يكون يوم خفيف عليكم. لايك وشير واشتراك في القناه، بحبكم في الله.